رئيس المباحث؟ لا رئيس المباحث اسمه قصر النيل؟ هو اللي حوله لانه شتمه. انا سالت رئيس مباحث قصر النيل ووريته الصوره برضه انا مش شفتوش. لا ده راح وحولوه من هناك على البتاع بدون اوراق. انا وقفت قدام هو قال له هعمل في امك كده، قال له اخرس يا كلب، امي اشرب منك. وكان فيه ناس جوه. احنا عملنا ثوره عشان كده. كان فيه ناس عشان نرجع نشتم تاني. كان فيه ناس قال له اخرس يا كلب، مش عرفك بقولك. انا قلت لك ان كان في 67 واحد. مين؟ هو كان عالم في الازهر. انت بتتكلم بتقول ايه؟ اخرس يا كلب. هو قال له اخرس يا كلب، ضربه لما موته وسلط عليه وحطه في قلب العربيه وراح بعته المعسكر وقال لهم الولد ده مش عايزه يرجع، عايزه لدرجه ان انا مخلي فيه حته سليمه. وبعدين رجع لما كلمناه وبعتنا له ناس لواءات يعني يتفاهموا معاه، قال لهم لو جاني مرسي نفسه اللي انتوا بتتكلموا عليه مش كمان مندوب من رئاسه الجمهوريه هيجي ياخده، مش هطلعه. وقال هيتنوا يعذبوا لحد ما يموت في ايده، لو ما ماتش هيلبسوا تهمه. انا سالت عليه في الجبل الاحمر قالوا مش جوه. الناس اللي طبعا جوه المعتقلين ايوه هم اللي قالوا. ايوه قالوا والله العظيم جوه مضروب في دماغه. لا مش مضروب، قالوا كمان عاملين بيعملوا حفلات تعذيب جوه في السجن. يعني زملاته اللي كانوا جوه ولا ما نعرفش اي حاجه. هم طلعوا قدامي سالتهم بالظبط، وريتهم الصوره سالتهم على اسم. لا ده كان هم بقى بينكروا لانه كانوا خافين. بس مليون على لو شاف ابنه زي مطرح ابني هيشوفوا ان شاء الله. عايزه اعرف فؤاده هيكون ابنه هيشوف ابوه كده ان شاء الله. ده علشان خاطر مرسي بيعمل كده. لا انا عايزه اعرف فؤاده قلبه اللي جوه ضلوعه لو شاف ابنه فلتت كبده كده مرمي زي ابنه هيتحرك قلبه ولا مش هيتحرك؟ وشه مكسور، مفيش سنان، عينه مخلوع، كل حاجه بايظه فيه. ايه كانوا كفره اصلا اللي كانوا بيعملوا كده، كانوا كفره. دين الاسلام قال لك المسلم اخوك المسلم دمه وماله وعرضه عليك حرام. ما كانش الرسول قال لنا كده، قال له الدم والعرض حرام. قال لك ما تقتله ولا تعمله. ده اذا اقتتل طائفتان من المسلمين كلاهما في النار، كلاهما في النار. هم فاكرين ان هم هيبقوا شهداء. سيدنا محمد لما رجع مكه معاه 100,000 مقاتل ما عملش بالكفار اللي اتعمل في محمد. مفيش غير عكرمه بس اللي دخل ولذلك احنا حتى يعني لما بنيجي نخش الكعبه بنخش من باب السلام اللي دخل من جابوا من الاسلام، دول مش مسلمين. نعم.